طبعًا كلنا عارفين إنه من أكتر الحاجات اللي بتتباع مضروبة في السوق وبتكون مش أصلية هي كابلات السويدي، والموضوع ده مشهور جدًا. في الفيديو ده إن شاء الله هاقول لك إزاي تشتري الكابلات بتاعتك الأصلية. رقم 1 إن أنت هتشتري من الوكلاء الأساسيين لشركة السويدي، ودي هتعملها إزاي؟ هتكلم خدمة عملاء السويدي، هتسألهم على الوكلاء الأساسيين من خلالهم اللي موجودين في المنطقة اللي أنت بتشتري منها، ولو قدرت تشتري من الوكيل الرسمي من شركة السويدي فإن شاء الله كده الكابل بتاعك هيكون أصلي، وده صعب إنه يكون مضروب. طيب لو أنا كنت في منطقة ما فيهاش وكلاء من شركة السويدي أو كان صعب عليَّ، فازاي اشتري بعد كده الكابل برضو يكون اصلي؟ هيبقى عندنا طريقتين. الطريقه الاولى، الطريقه دي هنقيس فيها مقاومه الجهد باستخدام جهاز الافوميتر، وهنطابق القياسات اللي طلعت عندي بالجداول اللي عاملاها شركه السويدي علشان تاكد لي انه السلك ده اصلي مش مضروب. هنجيب جهاز افوميتر، والجهاز ما بيكونش غالي قوي، او هنشوفه مع اي حد يكون معاه جهاز افوميتر واحنا بنشتري، وهنوصل الجهاز بطرفي السلك، وطبعا لازم اللفه اوصلها كامله ما اكونش قاصص منها حاجه، والقيمه اللي هتطلع لي في اي لفه سواء 1.5 او 4 او ايا كانت اللفه كام هقارنها بالقياسات اللي منزلاها شركه السويدي، ولو طلعت القياسات مظبوطه فكده اللفه بتاعتي مظبوطه 100% ما عليهاش اي مشكله. الطريقه الثالثه وهي الكيو ار كود. هقدر من خلال الكيو ار كود اللي موجود على اللفه، هنزل طبعا الابلكيشن بتاع شركه السويدي وهشوف الكيو ار كود اللي موجود، وفي اللحظه دي هيديني اذا كان السلك اصلي او السلك مضروب. ولكن الطريقه دي لازم ناخد بالنا انها مش طريقه معتمده 100%، لانه الناس دلوقتي بقت عارفه الطريقه دي، فبعد ما بتخلص استخدامات كابلات السويدي الاساسيه بيسرقوا الكيو ار كود ويحطوه على لفات ثانيه تكون مش اصليه، وبالتالي الطريقه دي هنخليها اخر خيار موجود عندنا.